ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. معاكم حلقه جديده في كورسنا ال HTML، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن الكونتينرز elements. ايه الكونتينرز elements؟ هي عناصر او تاجات بتحط، هي وظيفتها الرئيسيه انك بتحط جواها elements تانية او بتحط جواها تاجات تانية، وهي كتير. بس احنا ان شاء الله هنتكلم النهارده عن 4 فقط منها، وهي الاشهر يعني. اول تاج عندنا وهو المين، وده اللي مسؤول، ده ممكن تقول عليه كده اللي بتحط جواه عناصر الصفحه كلها. ده انت لما تيجي تتعامل بعد كده مع الفريم وركس بعد كده ونشتغل حاجات متطوره اكتر، مش هتتعامل مع صفحات HTML مباشره كده. انت اصلا هتتعامل بعد كده مع صفحات عباره، انت اصلا الاساس بتشتغل على البادي على طول. فانت لما تيجي تبني الصفحه مبقاش عندك بقى هيد وبادي والكلام ده، انت عندك صفحه انت بتبنيها، فانت تحط لها كونتينر شامل للصفحه كلها. يعني خلينا نجرب مثلا كده اندكس 2 مثلا HTML، عملنا الصفحه. انت عشان تبني الصفحة فالافضل انك تعملها او المشهور يعني انك تعملها مين تاج، حط جواه الالمنتس بتاعتك. مثلا هلو اتش 1 مثلا، هلو وورلد. تكتب بقى جواه كلام تاني، تقعد تكتب جواه كلام بقى، مثلا اتش 3 this is a new page. فاهمني؟ فانت المين وظيفته انك بتحط جواه elements تانية اللي هي بتاعت الصفحة كلها. والمين اللي المفروض تعمله يعني اللي هو المفضل انك الصفحة بيبقى ليها تاج مين واحد بس، اللي هو بيشمل كونتينر فور ذا وول بيج، او الصفحة كلها، بيحتوي على الصفحة كلها. ده كده المين. تاني حاجة عندنا وهي السكشن. السكشن ده برضو كونتينر، نعمل كونتينر. بس ايه الفرق بينه وبين المين هو كونتينر للصفحه كلها. لكن انت دلوقتي السكشن ده زي السكشن ممكن تقول عليه كده الموقع بيتقسم لسكاشن. يعني السكشن الاول ممكن مثلا نحط له كلاس ده هنتكلم عنه بعد كده. الاتريبيوت بتاع الكلاس ده بتاع الاستايلات. ممكن نقول مثلا ستارت اب ستارت اب سيكشن مثلا. This is a startup section. ده كده section، ده كده جزء من الصفحة. ممكن تقول جزئية من الصفحة بتحتوي على بعض المعلومات مرتبطة ببعضها طبعا. ممكن تعمل section تاني. ده الفرق بينه وبين المين، انك الصفحة ممكن تقول كده بتجزأ الصفحة لعناصر مرتبطة ببعضها. section تاني مثلا ممكن تسميه مثلا ممكن مثلا نسميه about، نسميه about section. this is about section. طبعا هو طبعا ما بقاش فيه ستايلات ثابته، بس هو من باب التنظيم بيبقى افضل يعني. بحيث انك بتقسم الموقع بتاعك سكاشن، حتى اللي هيراجع الكود بعد كده هيفهم ايه اللي انت عامله بالظبط. ده كده السكشن. تالت حاجة هي الديف ده ممكن تقول كده من ملك الكونتينرز كلها يعني. الديف بيستخدم في انك بتعمل كونتين لمثلا مجموعة من البوتنز مثلا مع بعض، مجموعة من الانبوتس اللي هي حقول الادخال مثلا. ممكن مثلا تحط مجموعة من اي مجموعة، اي حاجة، اي حاجة. انت مثلا عايز تحط لها سيارات او تعمل لها سكريبت معين، تستخدم الديف. فالديف ممكن تقول عليه كده حاجة اساسية جدا في اي موقع انت تحتاج تستخدم ديف بشكل او باخر، عشان تنظم البيانات بتاعتك. بحيث انك مثلا عملت مثلا بدل ما تعمل كده h1 ويلكم hello world this is startup page مثلا. بدل ما تسيبهم كده، انت عايز مثلا تعمل حركة بحيث ان هو الكلام المكتوب ده كله على بعضه يقعد يطلع وينزل كده، او هيبقى ليه ستايل واحد. فانت عشان ممكن تستخدم الديف بحيث انك تستخدم الديف بحيث انك بتخليه يعمل ستايلات شاملة، او ممكن تقول حاجة كده ايه، بتعمل custom styles for all elements اللي جوه الديف.
يعني كل العناصر اللي جوه الديف بيتعمل لها الستايلات دي، او ممكن تعمل سكريبت شامل لكل الستايلات دي، لكل الالمنتس اللي جوه قصدي. فده وظيفه الديف، هو اصلا يعني من الحاجات اللي انت هتستخدمها كتير جدا بعد ما ندخل في كورس السي اس اس والجافا سكريبت، هنستخدمه كتير جدا في شغلنا. رابع حاجه بقى موجوده وهي الهيدر. طبعا ده برضو نوع من الكونتينرز، ما فيش برضو ستايلات، بس هو الفكره فيه انك وظيفته الاساسيه انك يا اما بتعمل بيه ناف بار، يا اما بتعمل بيه هيدر. يعني يعني الاساس بتاعه مثلا بتحط فيه صور مثلا، نحط فيه صورة، يبقى فيه مثلا لما نجيب بعد كده صورة هنا مثلا نحطها، تبقى دي اللوجو. حتى هو بيقول لي اهو اللوجو، ممكن تحط اللوجو ده في الهيدر، اللي هي الهيدر، اي هيدر بقى بيبقى للصفحة، اللي هي الجزء اللي فوق اللي بحط فيه العناوين وكده. ممكن تقول مثلا هنا about اتش تاني كونتاكت، اعمل اتش تاني مثلا لو موقع تجاري ولا حاجة شوب كده بقى. يعني فهو الهيدر يستخدم في انك تحط فيه مع المعلومات الاساسيه، او ممكن تقول اللينكات الاساسيه في الموقع، اللي هي about contact وشوب وكل اللينكات دي. ممكن تحط فيه اللوجو بتاع ممكن تحط فيه اللوجو مثلا بتاع الموقع، ممكن تحط فيه مثلا الساين اب والساين ان واللوج ان، الحاجات دي كلها تحط في الهيدر، تبقى على شكل صف كده. كده عرفنا ايه هو المين تاج والسكشن تاج والديف داب تاج والهيدر تاج. طبعا في حاجات تانية زي الارتكل والفوتر، بس انا حبيت اعرفك على الاشهر او اللي انت هتستخدمه بشكل كبير الايام الجايه في الكورس بتاعنا ان شاء الله يعني. متنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.